آية على ماذا؟ على الإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام؟ نعم محكمة. نعم، قال تعالى ومن ذريتي، هذه تدل على إمامة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم اقرأ الآية كاملة، اقرأ الآية كاملة، اقرأ الآية كاملة. لا هذه أنا معتقدي أن إبراهيم عليه السلام ما يخالف، اقرأ الآية، اقرأ الآية حتى يعرفها المسلمون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله جعل إبراهيم إمام بعد النبوة والرسالة مرتبة أعلى. ثم قال له ومن ذريتي، إبراهيم طلبها لذريته، فقال تعالى لا ينال عهد الظالمين. قال مفسرين أهل السنة إن العهد هنا بمعنى الإمامة، لا ينالها ظالما ولا فاسقا. لحظة هذه تفاسير موجودة. لحظة بأن أكمل. لحظة وش تكذب على أهل السنة؟ أهل التفسير عند أهل السنة قالوا أن المقصود بها إمامتكم أنتم؟ لا، قالوا الإمامة، العهد الإلهي الإمامة. ما هي الإمامة؟ أنت فسر لي يا إبراهيم ماذا كان؟ أيوة ممتاز، أحسنت يا أبا زيد. اليوم حوارك موضوعي، اليوم حوارك جيد. طيب لحظة يا أبا زيد، ما هي الإمامة التي جعلها الله في ذرية إبراهيم؟ أولا في إبراهيم نبحث في إبراهيم. لا لحظة، ما هي الإمامة التي جعلها في ذريته لتفهم ما معنى إمامة إبراهيم؟ أنا أجبتك على هذا البارحة تفصيلا. لحظة، أجبتك على هذا البارحة تفصيلا، وهذه الليلة أجيبك عليه أيضا للأسف مرة أخرى، لكن عشان يعني في آية رقم 27 من سورة العنكبوت يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته، أي في ذرية إبراهيم، النبوة والكتاب. وين الإمامة؟ كمل الآية. ومن ذريته استجاب الله دعاءه، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، النبوة وليس الإمامة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أخي الكريم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. كمل الآية. إمامة النبوة، إمامة النبوة. الأنبياء ليسوا أئمة؟ إذا كانوا أئمة لماذا الله سؤال جاوبني مباشرة. الأنبياء أئمة للناس، قدوات يتبعون. نعم بالمعنى اللفظي أو اللغوي أئمة، ولكن المعنى الاصطلاحي ليسوا أئمة كل الأنبياء. هذا اصطلاحك أنت واصطلاح زرارة وأمثالهم. أما عند المسلمين لا، اصطلاح القرآن. عند المسلمين أئمة، كل نبي إمام لقومه. ولذا قال المفسرون في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم قالوا بنبيهم. كل نبي هو إمام أمته، هذا هو مفهومها. أما تريدون أن تأخذوا الألفاظ فتجعلوها في غير محلها، يا للإفلاس. وبعدين أنت ليش رايح لإبراهيم؟ ليش الله ما نص على من هو أفضل من إبراهيم؟ من هو رسول الله تقصد؟ لا، الأئمة الاثني عشر. لا، أنا أول مرة أريد إمامة رسول الله. لا، آية واحدة بس في النص عليهم. أنا طالبتك بآية محكمة فرحت لي تستعير معاني لغوية وتدخل فيها خلطة زرارية تطلع لي إمامة اثني عشرية. لا، أنا أريد فقط آية واحدة محكمة في الاثني عشر، واحدة فقط، وأنا سأتيك عن النملة والنحلة والبعوضة. وأنا أريد عن إمامة رسول الله واحدة فقط. هل إمام رسول الله أم ليس الإمام؟ أعوذ بكلمات الله. يقول الله عز وجل في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما دخل هذه؟ ما دخل هذا؟ لأنه لو كان له رتبة فوق الرسالة، لو له رتبة اسمها إمامة فوق الرسالة، لما خاطبه الله بيا أيها النبي يا أيها الرسول. هل تجد في القرآن آية واحدة خاطبه الله بيا أيها الإمام؟ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ولكن يا للإفلاس. حينما يخاطبه الله يخاطبه بدرجته التي فضله فيها وأكرمه بها. لو كان قد أعطاه أعلى من الرسالة لخوطب بيا أيها الإمام، لكنه الإفلاس.